الموضوع بتاع الصفحة اللي بتعمل ملحنة القرآن أو غيره، مش أول مرة يحصل. قبل كده كان أحد ملحنين لأم كلثوم كان عاوز يلحن القرآن وفي ناس هاجمته وقتها. كان يقال الله أعلم إنه اسمه ده. يا جماعة ممكن يكون عندنا حكمة في مواجهة ده. ده دلوقتي انت على السوشيال ميديا واي كلب يقدر ينشر اللي هو عاوزه. جميل. وده معلوش رقابة. حلو. لانك مش هتعرف تعمل على ده رقابة. يعني حتى لو هو داخل مصر مش هتعرف هيحط اسم اي اسم. انت تعرفه ازاي ده؟ هيحط يعني الصفحة دي انت هتعرف مين صاحبها ازاي؟ نيجي بقى للنقطة المهمة. هو انا المفروض اعمل ايه؟ انا بشوف منشور زي ده اعمل ايه؟ المفروض حضرتك انا ما شاركوش. المفروض ما يتشاركش. ليه؟ اميت الباطل بالسكوت عنه. يعني ايه؟ يعني انا شفت منشور زي ده قدامي اعمل مش شايفه. ليه؟ لو اتكلمت عنه، عملت تعليق، عملت لايك، عملت اغضبني، شيرته، اي حاجة من دي، انا بزيد شهرته. انا كده بروج لده. ان عباد الله يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره. يعني انت ما بتشوف منشور ديني بتشير، بتاخد حسنات. اي حد يقراه انت ليك حسنات، دي حسنات سارية. برضو لما تشوف منشور باطل العكس، الحق اشيره، الباطل ولا كأني شفته. زي ما بتشوف مثلا منشور فيه عري بتاع بتشيره، بتاخد سيئات برضه مستديمه. كل اللي هيشوفه هتشيل ذنب. انت مش انت اللي صنعته، بس انت شيرته، يعني انت شاركت. فالموضوع بسيط جدا. ليه؟ لما انت هتشيره في غيرك هيشوفه، ولما غيرك هيشوفه في ناس كتير هيجي لها الفضول تشوف مين ده، او هتبحث عن الصفحه وهتبص تشوف مين ده وبتاع ايه. وفي اللي هيسمع اللي هو عامله، وفي ناس جهله كتير هتخش هياخدها الفضول ان هي تسمع الكفر اللي هو بيعمله. الكلام ده مش على ده بس، لا، ده على اي حاجه تشوفها غلط ما تشيرهاش. ولا اللايك بيخليها تظهر برضه عند الفريند اصدقائك، فلان عمل لايك، اعجب مش عارف ايه. فاهم حاجه؟ فده خليه كعاده. يعني ده خليها دي حاجه في اي شيء يقابلك باطل ما تشيروش، ما تعلقش عليه ولا كانه حصل. لان انت كده بتعمله ترند، انت كده بتروجه. بتخلي اللي هو يلي ما شفتش شوف، بتخلي اللي ما يعرفش عنه حاجه بيعرف، بتخلي اللي ما يعرفش عنه بيعرف. لا، هو لو مر عليك وكانك ما شفتوش، الغيبه، زي النميمه، زي الاشاعه، اي حاجه من دي بتشوفها ما بتتكلمش عنها، بتموت وكانها لم تحدث. لان انت كده بتخليه تعرف. هو لو ما كانش هو ما حدش يعرفه، هو حد معروف مشهور، لا، انت بتشهره كده، انت بتخليه ليه قيمه. انما لو احنا ما حدش خد باله، اكيد اللي عامل الكلام ده مش مسلم. ده حاجه كده وانت مغمض، ده مش مسلم. حتى لو مسلم هو كده كفر. جميل. فانت عارف انه 99، لا ده 101% هو مش مسلم. اميت الباطل بالسكوت عنه. كده انت بتموته كده ولا كأن حد شافه. اقعد اهري مع نفسك، ما حدش سمعك. وكتير من المنشورات دي، كتير من دي وغيرها، دينيه بقى، سياسيه، كله بيبقى بيديهولك. يعني عدوك نفسه بيديهولك وهو عارف انت هتنشره. هو بيديهولك ونشره ده، يعني هو بيديهولك ونشره ده مش فضيحه له. ده انت كده بتروج له. انت بتروج له. خليك اذكى، ما تروجش لده. انت كده بتروج لده، ما تروجلوش. الحاجه التانية لو لاحظت هتلاقي ان هو مقصود المنشور معمول ومقصود الشهره. انت المنشور ده اللي انت عملت شعره وانت مغمض هبل في الجبل، وانت عبيط كده خالص. هو المنشور ده مش قاصد يضر الصفحه، ده قاصد يشهرها. يعني اللي عامل فكره المنشور وكاتب يا جماعه بصوا وده بيعمل كذا وبصوا بيعمل ايه ده قاصد يخليك تتفرج، ده قاصد يشهره.
اللي كتب المنشور وكتب عليه الكلمتين دول وحط البرنت سكرينات اللي هو عامله وعمال يقول لك مش عارف ايه، الراجل ده قاصد يشهر الشخص اللي عامل كده او الصفحه اللي عامله الحاجات دي. ليه؟ عرفت منين؟ لان الاول لما كنا احنا بنحب نيجي نقفل صفحه بنقوم داخلين حاطين اللينك بس بتاع الصفحه، اللينك، شوف تخيل اللينك بقى، انا مش بديله، مش بقول له في صفحه عامله كذا، اللينك، خد اللينك اهو واعمل الخطوات دي، خش اعمل ريبورت ابلاغ عن الصفحه، وهيسالك عايز تعمل ابلاغ لايه، كلنا بنتفق على سبب واحد، ابلاغ لان الصفحه دي كذا كذا كذا. هوب، من كتر اعداد الريبورتات الفيسبوك كان بيقفل الصفحه اوتوماتيك، كتر اعداد الريبورتات الفيسبوك بيقفل الصفحه. كنا بكده احنا عايزين صفحه مضايقانا بنعملها، لكن اللي عامل المنشور ده الشخص ده مش قاصد انه يقفل صفحه، ولا قاصد انه يكافح الصفحات دي، بالعكس ده عاوز يشهرها، وهو بيشتغل على جهل الناس اللي بتشوف واحد هيشير التاني يشير كده، اتشهرت كده، الموضوع اتشهر بقى ترند كده. الناس الصفحه اللي عامله الحاجات الكفريه دي ايا كان ايه هي، هتخش هتتشاف اكتر، مشاهداتها هتزيد اكتر، الناس هتبدا تسمعها، الجهله هيبدا يسمعوها، هيخش يشوفها هي ايه الصفحه اللي كله عمال هو ما قالكش خش اعمل لها ريبورت، ما قالكش يلا نعمل عليها ابلاغ بانها كذا وكذا وكذا وكلنا نتفق على سبب للابلاغ عشان الفيسبوك يقفل الصفحه، وهو ما قالش الكلام ده من زمان. وكان في صفحات الحاد وصفحات بتشتم في ذات الله وصفحات بتسب كذا وصفحات كذا من زمان. ده الحاجات دي دايما بتموت، الحاجات دي ما بتكملش. جميل، بس هي بتاخد فتره كده ترند، لكن للاسف الحاجات دي هنا في قرآننا. فيا ريت يا ريت يا ريت يبقى احنا عندنا الوعي. شوف سيدنا عمر تاني الخلفاء الراشدين قال ايه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره.